قالت وكالة إسبانية إن الملك محمد السادس قد استقبل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم الربعاء قبل إعفائه من مهامه. وورد بقصاصة للوكالة أن الملك استبعد عبد الإله بن كيران بعد فشل الأخير خلال الأشهر الخمسة الماضية في تشكيل حكومة للبلاد، ونسبت ذلك إلى مصادر مقربة من القصر الملكي. استقبل الملك اليوم بن كيران ووجه له الشكر على جهوده قبل أن يبلغه بتكليف شخص آخر لم يتم الكشف عنه بتشكيل الحكومة على أن يكون من حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه بن كيران، تقول في قصاصتها. وذكر المصدر نفسه بأن بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية والسياسي الأكثر شعبية في البلاد كان قد حصل بعد 3 أيام فحسب من انتخابات 7 أكتوبر الماضي على الضوء الأخضر لتشكيل حكومة بعد حصول الحزب على أغلبية كانت غير كافية لحصد نصف عدد مقاعد البرلمان 125 مقعدا من 395. وزادت في الإسبانية أن الأحزاب التي كان بن كيران يعول عليها لتحقيق الأغلبية، وخاصة التجمع الوطني للأحرار، وضعته في مأزق تلو الآخر حتى وصل الأمر إلى طريق مسدود. وينص الدستور المغربي الذي تمت الموافقة عليه في عام 2011 على أن الحزب الأكثر حصولاً على الأصوات يرأس الحكومة، مما يعني نظرياً إبقاء الملك على رئاسة الحكومة بين يدي حزب العدالة والتنمية. ومن المنتظر أن يتم خلال الساعات المقبلة الكشف عن اسم القيادي من حزب العدالة والتنمية الذي سيتم تكليفه برئاسة الحكومة.